طريقة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والمكونات هكتبها لكم في صندوق الوصف بحيث ان انتوا تاخدوها وتشتغلوا على طول. اول حاجة بعملها او اول حاجة ضروري جدا تبقى مهمة معانا الزبدة لازم تبقى من التلاجة. ما ينفعش اجيب زبدة سايحة واشتغل بيها، البسكوت هيضيع مني خالص وهيبوظ. عشان لما اضرب الزبدة بالشكل ده تعملي القوام والفوم ده، انا بضرب الزبدة كويس جدا 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 لمدة دقيقتين او دقيقتين ونص، بحيث ان الزبدة لونها يبقى فاتح شوية، و تحسي كده ان هي بدأت ان هي ترتفع معاكي شوية. تاني حاجة بحطها بعد الزبدة السكر البودرة. بحط السكر البودرة ومعاه بيضة ورشة فانيليا. مش عايزة تحطي رشة فانيليا او مش ضروري ان انت تحطي رشة فانيليا، لان احنا حاطين نسكافيه، والنسكافيه بيضيع اي زفارة بيض معاكي في اي وصفة بتعمليها بالنسكافيه. تمام، يبقى هضرب هنا الزبدة والسكر